اهلا وسهلا بكل الباينيرز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع بارت 2 من lesson 2. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الجرافيك ريبريزنتيشن بتاع الريجولار سبيد، اتعلمنا نرسم كل حاجه ستيب باي ستيب، اتعلمنا نطلع المعلومات من على الجراف، اتعلمنا نشوف الجراف ونعرف نوع الموشن بتاعته ايه. النهارده ان شاء الله هنخلص في بارت 2 الدرس ده، نتكلم على حاجه مهمه جدا جدا اسمها الاكسلريشن. تعالوا نبتدي الفيديو مع بعض. تعالوا بقى دلوقتي نبتدي الاكسلريشن. قبل ما نفهم يعني ايه اكسلريشن تعالوا اشرح لكم حاجة كده. لو انا عندي object السبيد بتاعته كانت 0 وبقت ب 50، object تاني السبيد بتاعته كانت 100 وبقت 10، ايه اللي حصل في الاتنين؟ هنا السبيد زادت increased، لكن هنا السبيد قلت. طب لو حبيت احسب دلتا في، يعني ايه دلتا في بقى؟ يعني التشينج في السبيد. هلاقي ايه؟ هلاقي دي ال V1 ودي ال V2، هنا دي ال V1 ودي ال V2. حلو، يلا نحسب دلتا في. هنا الدلتا في يعني ال V2 ماينس ال V1، يعني اللي انا وصلت له ماينس اللي ابتديت من عنده. يعني 50 ماينس 0 بكام؟ ب 50. ايه ده؟ دي طلعت بوزيتيف صح؟ اه، ما هو الاوبجكت سبيد كانت بتزيد. لكن هنا لما اجي احسب الدلتا في اللي هي V2 ماينس V1، يعني بعمل 10 ماينس ال 100 طلع لي نيجاتيف 90، يبقى دي طلعت بالنيجاتيف. تاني انا هنا قصدي اقول ايه؟ قصدي اقول ان اوقات السرعة الirregular اللي مش ثابتة ممكن تزيد او ممكن تقل. لو هي بتزيد يبقى التشينج ان سبيد التغيير فيها بوزيتيف، لو هي بتقل يبقى التشينج ان سبيد بالنيجاتيف. طب ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا في الموشن كلها. هنا هسميها accelerating motion. يعني ايه accelerating motion؟ يعني السرعة بتزيد، الجسم ده بيسرع. لكن دي هنسميها decelerating motion. يعني ايه بقى decelerating motion؟ يعني الجسم بيبطأ. يبقى تاني انا عندي في ال irregular speed، ودي نقطة مهمة قوي اللي هنتكلم عليه دلوقتي. irregular speed مش regular. يعني ايه ريجولر سبيد؟ يعني سرعة مش ثابتة، يعني الرقم مش ثابت صح؟ يعني السرعة يا بتزيد يا اما السرعة بتقل. لو زادت فالتشينج بتاعها بوزيتيف، لو قلت فالتشينج بتاعها نيجاتيف. لو زادت فبوزيتيف بنسميها accelerating motion، لو قلت فنيجاتيف بنسميها decelerating motion. change of object speed اللي احنا بنحسبه ده لو عرفت هو حصل في تايم قد ايه يبقى دي اسمها acceleration. يبقى الاكسلريشن هي change of object speed in 1 second أو in unit time، ولازم يكون ليها specific direction وده هنعرفه المرة الجاية. أو نسميها rate of change of speed. طب بنحسبه ازاي؟ فاكرين الدلتا V اللي قلنا عليها؟ اه، اللي هي V2 أو ال V final اللي انتهيت من عندها minus ال initial أو ال V1 صح؟ divided التايم. تاني انا هنا كنت بعمل V2 minus V1، يعني الدلتا V equal V2 minus V1. لو انا عملت هنا divided التايم وهنا كمان divide time ما بقاش اسمها change in speed، بقى اسمها acceleration. طب بنقيس الاكسلريشن بايه؟ متر per second power of 2 او كيلو متر per hour power of 2. جت منين دي يا ترى؟ تعال نبص. هو انا عشان احسب الاكسلريشن بعمل ايه؟ بعمل دلتا V divided time. طب ما هي الفي دي كانت اصلا distance over time صح؟ يعني اليونت كانت بتاعتها متر بير سكند اللي هي متر divided second. طب ما هي divided second تانية، بلاش. لو كيلو متر بير اور يعني divided hour، مش هي كده divided hour تانية؟ second اللي تحت مع السكند اللي تحت التاني، او الاور اللي تحت مع الاور اللي تحت التانية، تخليها تطلع متر بير سكند باور اوف 2 او كيلو متر بير اور باور اوف 2. كده احنا عرفنا يعني ايه acceleration، يعني بغير في الاوبجكت سبيد في اليونت تايم سواء 1 second او 1 hour. يعني rate of change of speed. خلي بالك لما بنقول change of position بتكلم على الموشن، لما بقول rate of change of distance ابقى بتكلم على السبيد، لما اتكلم على rate of change of speed يبقى بتكلم على الاكسلريشن. جمع معايا كده عشان اليونت دي خلاص قربت تخلص مننا، فاضل لنا فيديو واحد فيه. حلو قوي. طيب يبقى انا عشان احسب الاكسلريشن بعمل ايه؟ بعمل الدلتا في اوفر تي. فتعالى نجمعهم كده في الترينجل اللي قدامنا ده.
لو انا حبيت احسب الاكسلريشن من التريانجل، خبي الاكسلريشن، تبقى دلتا في اوفر التي اللي هي في 2 ماينس في 1 اوفر التي. طب لو حبيت احسب التايم، برضو دلتا في اوفر الاي. طب لو حبيت احسب حاجة من السبيدز، تعالى بقى اقول لك النوتس اللي هتهمنا قوي في القصة دي. عشان احل المسائل بتاعه الاكسلريشن في كام نوت لازم اركز عليها بالمناسبه. هو انا لو عايزه اجيب الاكسلريشن محتاج كام رقم؟ 3 v1 v2 التايم، صح؟ حلو. طب لو محتاج التايم برضو 3 v1 v2 الاكسلريشن، وهكذا. عندي 4 ارقام بيديني منهم 3 في المساله. بس الحقيقه اوقات ما بيدينيش التلاتة. ليه؟ لانه اوقات انا محتاج اترجم كلام مكتوب واخليه انا رقم. يعني ايه يعني مثلا ممكن يقول لي start from rest، الموشن بدأت من الرست. يعني ايه بدأ الموشن من الرست؟ يعني ال V1 بتاعته بداية سرعته الانيشال سبيد بزيرو. او يقول لي stop، يعني ايه stop بقى؟ stop يعني ال V2 بتاعته بزيرو، يعني انتهى ال V final هي اللي بزيرو. او يقول لي use the brakes، او speed decreases، او يقول لي decelerates. كل الكلام ده معناه ايه بقى؟ معناه ان سرعته قلت، معناه ان رقم الاكسلريشن بالنيجاتيف مش بالبوزيتيف. حتى لو هو اداني بالبوزيتيف، يعني ايه؟ يعني هو ممكن يقول لي decelerate by 2 meter per second power of 2. ما هي طالما decelerate يبقى رقم الاكسلريشن لازم يطلع بالنيجاتيف. طب انت كاتبه في المسألة بوزيتيف، بلخبطك. هو المفروض يبقى بالنيجاتيف. طيب اخر نوت عشان نبدأ نحل مع بعض بقى اسئلة الاكسلريشن، ان انا لو محتاج حاجة من الفي بستخدم الرول بشكل مختلف شوية. ازاي؟ بقوله V2 minus V1 equals A times الT، واعمل التايمز قبل الماينس. تاني لو محتاج ال V1 او ال V2 هكتب الرول بالشكل اللينير ده، مش هعملها فراكشن. اعمله V2 minus V1 equals A times الT، وهعمل التايمز قبل الماينس. طب هو انا متاكد ان التايمز الرقمين هيبقوا عندي؟ ايوه، ما احنا هو عايزين الفي، يبقى رقم الاي والتي اصلا عندي. تعالى بقى نبدا حل مسائل الاكسلريشن عشان نبتدي نشوف الافكار كلها اللي بتيجي. قبل ما نحل مسائل الاكسلريشن تعالى اعيد لك تاني النوتس اللي قلناها. قلنا هترجم الكلام المكتوب لارقام. لو قال لي start from rest، يعني هو كان الاول خالص ال V1 او ال V initial بكام؟ بزيرو. لو قال لي stopped يعني ال V2 او ال V final هي اللي بزيرو. طيب لو قال لي الكار او الدرايفر use the brakes، كلمة use the brakes معناها 3 حاجات. معناها ايه؟ معناها speed decreases، معناها ان دي decelerating motion يعني بيبطأ، ومعناها كمان ان رقم الاكسلريشن هيكون بالنيجاتيف حتى لو قال لي في المسألة ان هو بالبوزيتيف. تعالى بقى نبدأ نحل البروبلمز مع بعض. بيقول لي calculate the acceleration of a moving car whose speed changes from 7 meter per second ل 12 meter per second during 2.5 seconds. ايه ده؟ ده اخر حاجة في النوتس ان هو لو محتاج ال V1 او ال V2 احسبهم ازاي، بكتب الرول لينير. يعني V2 minus V1 equals A times ال T، وخلي بالك هنعمل التايمز قبل الماينس. تعالى بقى نبتدي نحل المسائل مع بعض. calculate the acceleration of a moving car whose speed changes from 7 meter per second ل 12 meter per second during 2.5 seconds. يلا نشوف مين الجافنز. ادي اول جافن ده ال V1، تاني جافن هو ال V2 اللي هو 12 اللي وصل له، وادي التايم. تعالى نكتب. انا عايز acceleration بتحسب ازاي؟ V2 minus V1 divided time، يعني 12 minus 7 divided 2.5، يعني 5 divided 2.5 هيديني 2 meter per second power of 2. برافو عليك. ننقل على البروبلم اللي بعدها. Card starts moving from rest. from rest اهي، ده معناه ايه؟ ده معناه ان ال V1 equals 0 reaches 50، دي مين؟ دي ال V2 in 5 seconds، يبقى ده التايم. يلا نحسب acceleration. V2 minus V1 divided التايم، يعني 50 minus 0 divided ال 5 هيديني 10 متر per second باور اوف 2. خدت بالك انا بحل ازاي؟ بطلع الجافنز، بكتب الرول، بحل البروبلم واطلع رقم، واخر حاجه اعملها لازم اكتب الميجرنج يونت. اي حاجه ناقصه من اللي انا بعملها دي
يا اما هتلخبطك في المسألة يا اما هتنقصك درجات، والاتنين احنا مش عايزينهم. نمبر 3 بقى a train moves at uniform speed 20 meter per second. يبقى هو بدأ الموشن ب regular speed 20 meter per second. وبعدين driver use the brakes 20 meter per second، دي ال V1. حلو. use the brakes معناها ايه بقى؟ معناها ان سرعته هتقل، وانه decelerating، وان الاكسلريشن هتطلع بالنيجاتيف. حلو. بس عايزاك تاخد بالك من حاجة، هو لازم يستوب؟ لا مش لازم على فكرة، مش كل مرة نبقى راكبين عربية وحد يدوس فرامل العربية توقف خالص. امال ايه اللي بيحصل؟ ببطأ. طب ممكن يستوب؟ ممكن. يعني هي يوز ذا بريكس معناها احتمال الفي 2 تبقى بزيرو واحتمال تاني لا، لحد ما المسألة تقول انا ما اقدرش اقول ان الفي 2 بزيرو. حلو. the driver use the brakes the train stop، اهو قال لي انه stop، يبقى ال V2 equal 0. طيب التايم ب 4 seconds. find acceleration. يعني ايه acceleration؟ يعني change of object speed in unit time، يعني انا عايزه اعرف في الثانيه الواحده بيتغير سرعته قد ايه، فهعمل V2 minus V1 divided التايم. V2 بكام؟ بزيرو. اوعى تقولي لا هعمل 20 minus زيرو، لا، انا لازم ال V2 هي اللي ببدأ بيها، minus ال 20 divided ال 4. يا ميس هتطلع بالنيجاتيف، ما هي لازم تطلع بالنيجاتيف، مش احنا اتفقنا ان لو درايفر يوز ذا بريكس لازم الاكسلريشن تطلع بالنيجاتيف؟ يبقى الكلام هيطلع مظبوط. بتطلع نيجاتيف 5 متر بير سكند باور اوف 2. يبقى انا كده في اول 3 مسائل حسبنا الاكسلريشن، طلعت بالبوزيتيف مره، مرتين كمان، وطلعت بالنيجاتيف مره. مره اداني الفي 1 بزيرو، مره اداني الفي 2 بزيرو. انا بوريك كل الافكار عشان تطلع من الفيديو فاهم كل مسائل الاكسلريشن. طيب تعال نشوف بروبلم 4. بيقول لي calculate the time needed. يبقى المره دي احنا عندنا حاجه جديده، انا عايزه التايم to change speed من 7.5، يبقى دي V1، ل 30 متر بير سكند، يعني دي ال V2. لو الاكسلريشن ب 10 متر بير سكند يعني مديني اكسلريشن. طب احسب التايم ازاي؟ التايم ايكوالز الرول اهو، على فكره انا سايبه لكم عشان نبقى فاهمين احنا بنعمل كده ليه. الدلتا في اوفر الاي. يعني ايه الدلتا في؟ الدلتا في يعني ال V2 minus ال V1 divided الاكسلريشن. V2 بكام؟ ب 30. طب ال V1 ب 7.5 divided ال 10 بتاعت الاكسلريشن، طلع لنا 2.25. ايه بقى؟ اوعى تنسى، هو انا بحسب ايه؟ بحسب تايم، يبقى بالسكند. كده تمام، احنا حلين الاربع مسائل. بروبلم نمبر 5 مميزة جدا جدا جدا. لو سمحت اعمل بوز دلوقتي واقرا المسألة كويس، حاول تحلها، ولو حلتها اكتب لي في الكومنتس ان انت حلتها. تعالوا نشوف احنا بقى المسألة مع بعض بعد ما انتوا كده المفروض عملتوا بوز وحاولتوا تحلوا. A car moves at 10 meter per second، دي ال V1. driver use the brakes. يعني ايه use the brakes؟ يعني speed بتقل، يعني decelerating motion، يعني acceleration بالنيجاتيف. حتى لو ادهاني بالبوزيتيف، خدت بالك من الجملة دي؟ to decrease the speed it decreases by 2 meter per second power of 2. ايه ده؟ ده acceleration، برافو عليك. بس ماله؟ لازم يبقى من نيجاتيف، اوعى تكون ما حولتوش نيجاتيف، لو ما حولتوش نيجاتيف المسألة دي مش هتطلع معاك. يبقى أنا كده عندي ال V1 وعندي ال acceleration. find the speed after 12 seconds. يعني ايه؟ يعني التايم ب 12 seconds. كده ناقص مين يا ترى؟ كده ناقص ال V2. فاكرين لو انا عايزة ال V2 بستخدم الرول بأني طريقة؟ باللينير فورم دي. تعالوا نحل المسألة. نحلها فوق هنا عشان هتاخد كذا ستيب. هقول له V2 minus V1 equals acceleration times time. ال V2 هي اللي أنا مش عارفاها، وال V1 ب 80 equals الأكسلريشن بنيجاتيف 2 times التايم ب 12. يعني ال V2 minus 80 equals negative 24. بقت equation first degree سهلة جدا. أنا عشان أطير النيجاتيف 80 دي، يا إما أوديها الناحية التانية بالبوزيتيف، يا إما أخلي التو سايدز يعملوا بوزيتيف 8. المهم إنها تبقى V2 equals negative 24 بلس ال 80، فتطلع 56 متر بير سكند. هو الرقم ده منطقي؟ تعال نفكر. هو الكار بيحصل لها ايه؟ بتديسلريت، يعني سرعتها بتقل. كانت بادئه بسرعه كام؟ 80. بعد 12 ثانيه سرعتها قلت لحد 56، يبقى كرقم منطقي. في كل ثانيه كانت بتقل 2. طب بعد 12 ثانيه كان المفروض تقل 24. يبقى الرقم كده صح تماما. يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه اكسلريشن، ايه الرول بتاعها، خدنا نوتس مهمة 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 جدا جدا جدا. شوف انا قلت مهمة كم مرة؟
عشان تحل مسألة الاكسلريشن، لانك من غيرها للأسف هتتلخبط. وحلينا كل الافكار اللي ممكن تقابلنا في قصة الاكسلريشن. اخر حاجة بقى هنقولها النهاردة هي قصة اليونيفورم اكسلريشن. يعني ايه يونيفورم اكسلريشن؟ تعالى اشرح لك برضو بمثال. دلوقتي لو كان عندي object سرعته 0 وبعدين بقت 20، يبقى كده سرعته زادت قد ايه؟ زادت 20 في 1 سكند. طب لو سرعته بقت 40، يبقى زادت 20 كمان في 1 سكند. طب لو بقت 60، يبقى زادت 20 كمان في 1 سكند. هل اقدر اقول ان السرعه ان الاوبجكت ده بيتحرك بريجولار سبيد؟ لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ لان كلمه ريجولار سبيد معناها ايه؟ معناها ان السرعه ثابته. هي هنا السرعه ثابته؟ لا، السرعه انكريس. امال ايه الثابت؟ الزياده نفسها. يعني هي كل مره بتزيد بنفس الفاليو، يبقى هنا هي increase by equal value. يعني رقم الزيادة هو اللي ثابت، هي كل مرة بتزيد 20 في 1 سكند أو في يونت تايم. طب تعالى نقول مثال تاني. لو بدأ بسرعة 100 وبقت 70، يبقى قلت 30. طب لو بعد ال 70 دي بقت 40، يبقى قلت 30. ده طبعا في 1 سكند، أنا مثبتة التايم. بقت 10، يبقى قلت 30 في 1 سكند. هل السرعة هنا regular speed؟ لا، لأن السرعة بيحصل لها ايه؟ السرعة decreases. أمال ايه اللي ثابت يا ترى؟ الفاليو بتاعت الديكريس، هي بتقل كل مرة نفس الرقم اللي هو نيجاتيف 30 في 1 سكند أو يونت تايم. هو ده معنى يونيفورم acceleration، إن السبيد change بتتغير بإيكوال فاليو through equal periods of time. كلمة change هنا معناها ممكن تكون بتزيد، ممكن تكون بتقل. يبقى تاني، uniform acceleration معناها ان مين اللي regular مين اللي ثابت؟ ال change of speed، يعني التغيير في السرعة هو اللي ثابت، بتزيد بنفس الرقم بتقل بنفس الرقم في equal periods of time. طب والله لو بتزيد دي حاجة، لو بتقل دي حاجة. فعشان كده عندنا نوعين من اليونيفورم acceleration: positive uniform ونيجاتيف uniform. طبعا positive اسمها accelerating عشان بتسرع، طب نيجاتيف اسمها decelerating عشان بتبطئ. في ال positive acceleration او ال accelerating motion، هنا ال speed of object بتزيد ب equal values through equal periods of time. طيب هنا الاوبجكت ده السبيد بتاعته بتقل بايكوال values through equal periods of time. خلاص، انا ليه ما بقراش الكلام كله؟ لان احنا فاهمين هو ده الكلام المفروض يبقى هايلايتد في دماغك. عارفين الناس بتهايلايت وهي بتذاكر؟ انت كمان المفروض لما تفتكر شكل الصفحة او شكل الفيديو تبقى انت فاكر الكلمات المهمة اللي هتساعدك تحل السؤال. طيب الاكسلريشن احنا بنحسبها ازاي؟ V2 minus V1 divided التايم او الدلتا تايم. صح جدا. تخيل بقى ان انا عندي في البوزيتيف اكسلريشن، انا بادئ، مش ده الاكزامبل بتاع البوزيتيف اكسلريشن؟ لو قلت ان دي الفي 1 بتاعتي ودي الفي 2 او الفي فاينل، مين اعلى؟ الفي فاينل او الفي 2 اعلى طبعا من الفي 1. طب تعالى نشوف المثال بتاع النيجاتيف. مش دي الفي 1 ودي الفي فاينل؟ الفي 1 ب 100 والفي فاينل ب 10، يبقى مين اكبر؟ الفي 1 هو الاكبر من الفي 2. يبقى في البوزيتيف هي دايما بوزيتيف عشان الفي 2 دايما اكبر، ودايما الريزلت بتاعتها بتبقى بوزيتيف ساين. في النيجاتيف نقول عليها decelerating، ودايما ال V1 أكبر لأن من بعد كده بدأت تقل ولازم يكون عندها نيجاتيف ساين. احنا كده برضو فهمنا نوعين الاكسلريشن وعرفنا يعني ايه يونيفورم اكسلريشن. وركز عشان الديفينيشن ده للأسف بيلخبط ناس شاطرة جدا. تعالى ركز معايا بقى في الجراف ده، وهتلاقي ان منظره انت عارفه كويس. بص كده، نكتب بقى. احنا اتفقنا ان اي جراف لازم يبقى مكتوب ده مين؟ دي الفي متر بير سكند، وده التايم بالسكند. حلو. نرسم الستريت لاين اللي بيعبر عنه. ماله عامل كده؟ الله، انت عارفها دي صح؟ عارفها من الجزء الاولاني بتاع الدرس اللي هو ايه؟ انه دي regular speed. regular speed يعني ايه regular speed يا شباب؟ يعني constant speed. وضحي اكتر، يعني ايه constant؟ يعني الرقم ثابت، يعني السبيد مالها doesn't change. الله، ايه اللي جابها النهارده دي غريبة قوي. مش احنا في الاكسلريشن عمالين نتكلم على ال change of speed in unit time؟ اه. طب ايه ده بقى؟ ده العكس تماما، دي حاجة ما بتغيرش سرعتها، سرعتها ثابتة. صح، برافو عليك. عارفين ده معناه ايه؟
معناها ان ما عندهاش acceleration. يبقى الاكسلريشن هنا بكام؟ بزيرو. ليه زيرو؟ عشان its speed doesn't change. هل ينفع لو الاوبجكت عنده acceleration يكون عنده regular speed؟ لا طبعا، عشان الاكسلريشن معناها الاوبجكت speed change by او through time يعني. طيب لو هو بقى regular speed هل عنده acceleration؟ لا، لان regular speed معناها ان السبيد constant او مش بتتغير. يبقى المنظر ده بقى معناه regular speed او constant speed، وكمان معناه ان الاكسلريشن equals zero. طيب الاتنين التانيين البوزيتيف والنيجاتيف، هنا دي velocity مع time، وهنا ده برضو velocity مع time اللي هي speed وتايم، يعني لحد ما نوصل للفيديو اللي جاي هلاقي في البوزيتيف ان السبيد بتزيد كل ما التايم يعدي، عشان احنا قلنا ان ال V2 اعلى من ال V1 وان ده accelerating motion، بس ما زودناش غير شكل الجراف. هنا ده نيجاتيف عشان السبيد بتقل كل ما التايم يعدي، فال V1 اكبر من ال V2 ودي decelerating motion. كده احنا خلصنا الجزء بتاع الاكسلريشن. تعالى نحل سؤال لامم القصة دي كلها بتاعت الاكسلريشن والجرافس، ونبقى خلصنا lesson 2 ان شاء الله. بص كده بيقولي from the opposite graph which represent motion of a car. هلاقي ان الموشن بتاعت الكار كانت مش ثابتة شوية، بس اللي هركز عليه ان السبيد متر بير سكند versus التايم. تعال نركز على الثلاث أجزاء الأساسية في الجراف ده. احنا عندنا جزء من 0 ل x، وجزء تاني من x ل y، وجزء تالت من y ل z. هعمل ايه؟ هلاقي ان من 0 ل x انا شايف السبيد بتزيد، يبقى ده accelerating motion. صح. صح. كمان ممكن احسب الاكسلريشن وتطلع بالايه؟ بالباست. يعني انا ممكن احسب الاكسلريشن وهي كده كده هتطلع بالباست. تعال نشوف انا احسب الاكسلريشن ازاي. التعامل مع الخط ده كأن ما فيش غيره في الرسمه. فين البدايه؟ اهي ال V1 بزيرو. فين النهايه؟ الاكس ال V2 بكام بقى؟ ب 60. حلو قوي. طيب التايم دلتا تي، يعني ايه دلتا تي؟ يعني من الزيرو لحد التو، ده التايم هنا. طيب تعالى نحسب. انا هعمل V2 minus V1 divided الدلتا T اللي هي T2 minus T1. ال V2 ب 60 minus 0 divided دلتا تايم ب 2 minus 0، يعني 60 divided 2 يطلع كام؟ 30 متر per second power of 2، ودي positive. حلو قوي. يبقى انا كده حسبت من 0 لحد x. طب بص كده من x ل y، لاحظت ايه؟ ان الخط parallel للتايم اكسس. يعني ايه؟ يعني هنا كان في regular speed. يعني ايه regular speed؟ يعني سبيد ثابته ما اتغيرتش. حلو، احنا قلنا ان لما يبقى سبيد ثابته مش بتتغير، فال V1 equal لل V2 equal لأي V تانية على الخط بالمناسبة. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هنا مفيش acceleration equal zero. برافو. نكمل. طيب من Y ل Z، يلا معايا. فين ال V1 عند ال Y؟ يعني بكام؟ ب 60. فين ال V2 عند ال Z؟ بص كده عند ال Z مشاور على سبيد قد ايه؟ زيرو. يبقى ال V2 equal زيرو. انا بلون بألوان كتير عشان تبقى مستوعب معايا القصة. طب التايم دلتا تي، دلتا تي يعني من البداية للنهاية اللي هي من الفور للفايف. يلا نحسب. الاكسلريشن equal V2 minus V1 divided التايم. V2 بكام؟ بزيرو. اوعى تتلخبط وتقولي 60 minus زيرو. انا ال V2 هي اللي بزيرو، عشان كده كتبت على الجراف عشان ما تتلخبطش. minus ال 60 اللي هي البداية divide التايم بكام؟ ب 1. عرفنا منين؟ ما هي 5 minus 4، هيبقى هيدينا نيجاتيف 60 متر بير سكند باور اوف 2. هنا الاكسلريشن مالها؟ بالنيجاتيف. يبقى انا كده، يعني دي اصعب شكل جراف ممكن تشوفه في ثالثه اعدادي اساسا، اللي هو فيه كل الاجزاء دي. تعال نشوف على الاسئله بقى. انا كده حليت معاك كل حاجه تخص الجزء ده عشان تبقى فاهم الجراف، بتعرف تقسمه كويس قوي، وعشان كمان منين ما يسأل عن اي حاجه انا عارفه. يلا نشوف. maximum speed reached by the car، هو اعلى رقم سبيد شفناه كان كام؟ كان 60 متر بير سكند. طيب type of acceleration في OX، في البداية أنا كاتبة إن الأكسلريشن مالها positive acceleration. والموشن accelerating motion. بالمناسبة اوعى تتلخبط، لما يجيب لي في الكومبليت ويقول لي نقط موشن يبقى عايز accelerating ولا decelerating. لما يجيب لي نقط واكسلريشن يبقى عايز positive acceleration ولا negative acceleration.
بيقول لي calculate the acceleration in y z احنا حسبنا الاكسلريشن بتاعها وطلعت نيجاتيف 60 متر بير سكند. يبقى احنا كده خلاص خلصنا السؤال ده مع بعض. كده يا شباب يبقى احنا خلصنا بارت 2 من lesson 2. احنا كده خلصنا مع بعض اول درسين في المنهج. بفكركم تاني لازم تشوفوا فيديوهات التقييمات، لازم تحلوا كتير قوي. اكتبوا لي في الكومنتس عايزيني اعمل لكم ايه، نحل ايه مع بعض الفترة اللي جاية. عايزين ريفيجن مثلا على اليونت. كل اللي انتوا محتاجينه او اللي انتوا عايزينه اكتبوا لي في الكومنت. لو محتاجين الشيت اللي احنا بنحل منه او بنشتغل منه برضو اكتبوا لي في الكومنت. وما تنسوش تشيروا بقى الشانل لاصحابكم عشان هم كمان يستفادوا. وما تنسوش ان انتوا الباينيرز وانا دكتور انجي نبيل.